ببص لقيت نفسي مفلس، فجريت يا باشا اشتريت حته ارض وفتحنا يا باشا الشركه بتاعتنا، شركه الشحن بتاعتنا. رحت اشتريت لي تريلا كده على قدينا، تريلا يعني لسه يعني ايه بنبدا بيها النهارده كده. فالنهارده يا باشا الافتتاح بتاع الشركه بتاعتنا، شركه الشحن بتاعتنا. هنوظف الناس النهارده وهنبني المكاتب بتاعتنا وهنعمل اول رحله معانا بالتريلا بتاعتنا الجديده واول شحنه معانا في اللعبه بتاعتنا. فيلا بينا النهارده نشوف هنعمل ايه في الشركه الجديده. فبسم الله الرحمن الرحيم يا باشا، وزي ما انتم شايفين اول حلقه معانا في السلسله يا باشا، سلسله محاكي الشاحنات. اول حاجه بقول لك انشا شركه، بسم الله الرحمن الرحيم. هننشئ شركه مع بعضينا، هنعمل كل حاجه مع بعضينا النهارده. هننشئ وهنعمل كل حاجه وهنروق على الدنيا يا باشا. ايه بسلسله ان شاء الله هنستمر فيها اهم حاجه. فابدا حاجه بلد مصر. استنى بس ثانيه واحده بس. لا يا عم علم مصر يقول لي، لا علم مصر يقول لي. ايوه جمهورية مصر العربية اهي. اهي يا باشا. مين ده؟ مش هتطلع؟ طب ماشي، حط لي في اي مكتب في اي بلد يا باشا. ودي الصورة الرمزية ده ما ينفعنيش. استنى نحط شعار كده وايه ونروق على الدنيا بتاعت الشركة. بعد كده نجي لكم تاني ثانية واحدة بس كده اهو. حط اهم حاجه ايه، روقت كده على الصوره، حطيت الشعار بتاع الشركه بتاعتنا، حطيت برضو ايه الصوره الرمزيه بتاعتنا اللي هنكون ظاهرين بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بيقول لك حط معلومات الشركه، دي مش هحط. طب انا هحط ايه ده؟ مكتوب ايه ده؟ هكتب عبد الرحمن شاذلي في كل واحده وخلص الموضوع. شكلنا هنعمل كده عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن شاذلي، وطبعا الشركه نسميها الشاذلي بس وخلاص. احنا كده ظبطنا الاداء وظبطنا الشركه بتاعتنا. وبسم الله الرحمن الرحيم في اول دبق مفتاح معانا. وبسم الله الرحمن الرحيم المهنه بتاعتنا يا باشا. وبسم الله الرحمن الرحيم دخلنا يا باشا الشركه بتاعتنا. اهي الشركه يا باشا بتاعتنا. هنا بيقول لك اول حاجه اعمل اول مكتب لاول عميل معاك، اشتري الاستقبال. اشترينا الاستقبال ده، طبعا ده الاستقبال الناس اللي هتيجي تحجز الحجوزات بتاعتنا. طبعا بص شكله مهلوك ومختار مكان في حته كده تحس مهجوره. والكلب جاي يا كلب زبالتي ما لقاش حتى الزباله بتاعتي. ولا ده اللي بيحرسنا ده؟ دي الزباله بتاعتنا ولا الكلب بيحرس؟ ده يكون بيسرقنا يا عم. ما علينا. تهنينا مكتبك يبدو رائع. الله ينور عليك والله. باين عليه والله. طبعا بيقول لك الحصول على ايه، على موظفين. البحث عن موظف طبعا ايه لازم يكون اول حاجه امين. او امينه. دلوقتي بص شكله ايه في ستات ايه لازم ايه. بيقول لك واحد في جامعه مساعد المكتب، وواحد في مدرسه ثانويه مساعد المكتب. طبعا مش عارف اختار ايه دلوقتي. والان اختار دي. ال 100 جنيه دلوقتي بتفرق، مع 100 جنيه بتفرق لا مؤاخذة. ايوه. الان دعونا نلقي نظره على الوظائف في مخزون الشحن. تعنينا يا باشا فوق، وريني بسم الله. فرص العمل يا باشا. هي دلوقتي هي ايه، جبنا المستقبل اللي هو بيشوفنا دلوقتي ايه الحاجات اللي احنا ممكن نوديها. يعني هو دلوقتي الاستقبال ده هو اللي بيستقبل الناس، بيقول لك ان مثلا في شغلانه في الحته دي فاطلع انت وديها او كده. فهنجيب طبعا سواقين، احنا مش هنقعد نسوق بقى لوحدينا بقى، لازم نجيب سواقين. بس نبدا يعني واحده. تقديم عرض. اوبا فزنا يا باشا في اول مزاد لينا واول شحنه لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل انا. طبعا مفيش سواقين لسه، ما اشتريتش اي سواقين. احنا لسه ملط كده في الاول، معناش اي حاجه، معناش اي موظفين، معناش غير موظفه الاستقبال اللي جابت لنا الشغلانه اصلا. في طبعا انتوا زي ما طبعا الشركه احنا مشترينها في افضل مكان في وسط البلد. طبعا زي ما انتم شايفين يعني واجهه كده وواجهه تشرف اي حاجه. هيودونا وسط البلد 15 دقيقه من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي دور على العربيه بتاعتك. طبعا ايه هنحطه في وضع القياده. حطينا في وضع القياده يا باشا. اول ما دخلنا قفله مش عايز اوقف المحرك. اول حاجه شغل المساحات عشان انا مش شايف حاجه من الضلمه اللي شايفينها دي. وبيقول لك هي الشحنه بتاعتنا. شوف شحنه الموبايلات دي اللي هنوديها. فبسم الله الرحمن الرحيم. شحنه صغيره، شكلها شحنه صغيره زي ما توقعت. هنروح نوديها على السريع في وسط البلد. طبعا وسط البلد يا باشا، وحواري وسط البلد. هنروح نوديها بسرعه كده وناجي وارجع يا باشا. ادي دي. ايوه ركبت. ايوه بص حط كده وروق على الحال. ركبنا طبعا السوست وركبنا كل حاجه. السوست ركبت. طبعا انا عندي شنطه معايا بس الشنطه فاضيه. طبعا احنا لسه مفلسين، معناش حاجه، معناش ربع جنيه عشان نحط حاجه في الشنطه من اساسه. نمشيها بالستر دلوقتي. وبص دي طبعا ايه الشاحنه بتاعتنا اللي يعني الميته شكلها يعني، فاهم انت. بص لو شحتنها، طبعا انا شحتنها لسه دلوقتي، ما عندناش اي شحنه وما عندناش اي حاجه، فمأجرينها كده نمشي بيها المشوار بتاعنا وبعد كده نرجع بيها يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. في اول شحنه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. في اول يوم في ايه في الشركه بتاعتنا يا باشا. هنطلع طبعا من مقر الشحنات دي. طبعا لسه موظف الاستقبال بتاعتنا ولا موظفه الاستقبال بتاعتنا لسه اللي جايبه لنا دلوقتي شغلانه.
فجبنا يا باشا شغلانه ودخلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل يا باشا، ندخل يا باشا في اول شحنه معانا. لا لا خلي بالك الشحنه بتاعتنا لازم نوصلها بامان. طبعا ايه شكله مشوار قصير، شكله مشوار قصير. طبعا لسه طبعا في البدايه وكده، فلسه بيجرب العربيه، بنجرب الدنيا، بنجرب المواصلات، بنجرب كل حاجه. لا طب كنتوا يا جماعه كنتوا قلتوا لي ان المشوار قصير قد كده ما كناش تعبنا بعدين وعملنا فيديو وعملنا. ايوه ما زرجونيش كده على الصبحيه كده. فبسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملنا ايه المهمه التدريبيه بتاعتنا دي، نخش بقى وايه يعني نستكشف الموضوع كده اكتر واكتر. المصاريف، محاسب، في محاسب بيقلل المصاريف؟ ده لسه ده موضوع طويل، ده الموضوع لسه شكله ايه، الموضوع لسه شكله محتاج دراسة ومحتاج اهو. دي اول مصاريف لينا. اول يوم دخلنا 17,000. شركة ناجحة من قبل ما تبدأ، من قبل ما تبدأ يا باشا. ده هتودي واحد فحم تقديم. مشوار حلو على ما اعتقد، 7.5 في مشوار 700 او 800. 7.5 حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العب يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشوائي؟ لا انا مش عايز الدنيا، عايز الدنيا تكون صباح، الدنيا تكون حلوه كده في الصافي. ايوه في الصافي كده، والدنيا ايه لذيذه. عايز الدنيا تكون حلوه معانا في اول ايه، في اول شحنه معانا حقيقيه، في اول شحنه استثنائيه على ما اعتقد. شحنه فحم، هنودي شحنه فحم لطنطا وهناجي على طول كده. هنضرب مشوار على السريع كده 700 كيلو لطنطا وناجي عشان نودي شحنه فحم ولاجي. طبعا انت لازم عشان صاحب شركه فلازم انت تنزل اول حاجه بنفسك، تتعب قوي والله. موظف الاستقبال دي يا دوب بتجيب لك الناس، لكن بعد كده انت طبعا اللي بتنزل بعد كده تجيب سواقين بقى، هنجيب حاجات، هنروق الدنيا ما حدش يقلق يا جماعه، هنروق لكم الدنيا. قول له يا باشا دخلني في المود. وبسم الله الرحمن الرحيم. متجهين الى طنطا. انت مش عارف طنطا ولا احنا في الاقصر ومتجهين لطنطا؟ مش عارف. طبعا التريلا لسه ايه. بص استغفر الله العظيم. تلف من اولها. ماشي لسه بنتعلم ولسه بص يعني ايه، يعني التريلا بدائية. بص كده الحاجة ماشية ازاي، وبص العدادات، وبص كاست ان اللي لسه بيتعمل وحاجات غريبة كده. فبسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ رحلتنا الأولى، رحلتنا في الشركة العالمية اللي إن شاء الله تبقى شركة حلوة، إن شاء الله تبقى شركة كده إيه بدايتها خير معانا. ثانية بص الإشارة عشان شكلها إيه، شكلها هتجرفنا الإشارة دي. فثانية كده، ثانية نستنى كده ونشوف الإشارة ماشية ازاي. نشوف الإشارة. لما الاشاره يا باشا تخضر نمشي، عشان مش عايزين نعمل مخالفات على الصبحيه كده ايه واحنا لسه في بدايتها. بسم الله الاشاره ضربت. بسم الله. استنوا يا جماعه استنوا بس عشان انا في تريلا والدنيا خربانه فاهم انت، والناس واقفه في طنطا مستنيني. فثاني استنوا عليا كده. طبعا الشنطه دي هنملاها طبعا في يوم. طبعا في رحله بتبقى للسعوديه والعراق، بتبقى خارج طبعا للبلاد، يعني تطلع بره بقى مصر كلها وتروح طبعا. بس الرحله دي طويله وانا لسه يعني لسه في الاول، لسه مش متعودين على الرحله الطويله دي. فالثانيه كده واحده واحده نظبط حالنا ونظبط شركتنا ونظبط واحده واحده، ونجيب سواقين ونجيب مستقبلين تاني يجيبوا لنا عروض اكتر. طبعا كل ده ايه هيجي مع الوقت وهيجي مع ايه مع التدريب يا باشا. وبسم الله الرحمن الرحيم. ركبنا خط، اضغط يا باشا وودي. خد بقى طريق سريع اللي مش عايز يخلص ده. ثبت السرعه بتاعتنا عالميه يا باشا. بص الحقيبه فاضيه خالص، ما فيش اي حاجه. عايزين نحط شنطه مش عارف ازاي هنحط فيها حاجات، على ما اعتقد هنملاها اكل المره الجايه. وطبعا البنزين بتاعنا وصل للنص. يعني اقرب محطه بنزين يا عبد الرحمن خش عشان ما تتسوحش، علشان التسويحه فوره يا باشا. طبعا احنا هندخل كده بص تخش ازاي، تخش ازاي تفرمل كده. ايوه يا رب ايوه. خش بالراحه. زود كده. اقدر اشتري حاجه من السوبر ماركت؟ طب استنى والله حلو، انا عايز انزل. طب ثانيه. م- بيزود بنزين. طب انا عايز انزل اشوف الدنيا. حبيت ننطلق يا باشا. ننطلق. طبعا التريلا مش منضف حاجه، انا لسه كفايه ال 140 لسه دافع حد. 140 لسه دافع حضرتك شويه بنزين. انا مش عارف اعمل فيكم ايه، لسه في اول المشوار كده، هنشوف اخرتها مع المشوار ده. ايه ده يا عم، دي كارتة دي ولا ايه من اولها ولا ايه؟ ده كمين ولا كارتة؟ ما انا على حسب افرح ولا ازعل دلوقتي، عشان بس ما نكونش زعلانين من بعضينا. براحة. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. س... يا لهوي يا قلبي 100 جنيه ليه؟ ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. يا حرامية انور يا حرامية، مش عارف اقول ايه. لا مش عارف. لا بيقول لي تم ثقب اطارات المركبة. يا خرا شنو هذا؟ ولازم تتوجه لأقرب محل. ماشي سيطر. فرمل بالراحة. ده بص انا بقول لكم عدوا معايا خسائر اللي في اول الموضوع ده. لسه احنا بنقول بسم الله.
نشوف اخرتها مع اللعبه دي، نشوف اخرتها. لسه احنا بنقول بسم الله في المشروع بتاعنا، مدفعيننا دلوقتي. هنشوف هندفع كام في الكاوتش. هيقول لي كمان 200 جنيه يبقى كده بالسلامه. هروح قافل، اروح طارد الوليه اللي قاعده هناك دي. هتقول لي مال الوليه؟ لا ماليش دعوه، هي معصباني من الاول، هي سبب الفجر بتاع الشركه اللي احنا فيه. ايوه خش خش يا عم والنبي صلح لي الكام كاوتش ده. الحمهولي ولا الحمهولي بس ما تغيرش حاجه، هي الحمهولي خد لك 20 جنيه وزي الفل على كده. ايوه عشان بس ما نزعلش من بعضينا. ايوه اقف كده صلح لي. يا لهوي يا ني، صلح يا عم صلح صلح. وريني 500 جنيه 500. توكلنا على الله. بعد ما صلحنا الكاوتشات دلوقتي ايه، ذاهبون الى طنطا باذن الله. كل ده احنا لسه ايه، لسه بنسخن، ما وصلناش حتى نص المشوار. نص المشوار لسه ما وصلناهوش. هتقول لي يا عبد الرحمن ازاي؟ اقول لك والله ما اعرف لحد دلوقتي. كل المصايب اللي حصلت دي في لسه بنبدا. ماشي ماشي يعني. انا اروح اطرد الوليه اللي قاعده دلوقتي. الله، وانا مالي يا لمبي؟ لا اللي انا شايفه ده صح ولا انا بزغلل؟ حد يقول لي يعني بالذات اللي انا بزغلل يعني. لا مؤاخذه كده، استنى نخش هنا. ممكن يكون ما بيدفعوش هنا. خش يمين كده عشان شكله كله قاعد زحمه هنا، يبقى ما بيدفعوش. انا انا راجل دفعت. بس هنزوغ يا عم من هناك. يا جماعه يا جماعه بقى دخلوني. ايوه انا دافع هناك كمان، هتدفعوني مرتين؟ الحمد لله ما دفعونيش. ما انا دافع هناك اصلا. حرام حرام. ايوه طبعا اللعبه دي طبعا بيبقى فيها اونلاين برضه يعني. دي اوفلاين لسه مع شركه بتظبط الشركه بتاعتك وبتظبط الايه التريلات بتاعتك، وممكن تدخل فيها منافسات. طبعا احنا طبعا بتريلتنا دي ما فيهاش منافسات ولا تدخل اي حاجه. تاخد طبعا شحنه، وانت تاخد شحنه مع واحد صاحبك وتروحوا مثلا هناك. طبعا انت بتفتح مكتب دلوقتي هنا، بتفتح مكتب مثلا في السعوديه، تفتح مكتب في حاجات كتيره يعني. الرحله مش مقتصره اللي انت قاعد هنا بتودي شحنات، لا يا باشا اللعبه كبيره ومتشعبه. ولو انتوا عايزين ننزل منها حلقات، لايك واشتراك في القناه ودعمك للسلسله دي هو اللي هيفرق معايا. لان السلسله دي غير اي سلسله شحنات نزلناها في القناه. نزلنا شحنات كتيره، لكن السلسله دي ان شاء الله هكون غيرهم، وان شاء الله هكون اقوى منهم كلهم، وهتعمل تفاعل اقوى. وانا ايه متفائل باذن الله. لايكك واشتراك هو اللي هي ايه، هو اللي هيفرق لي الموضوع ده. فبسم الله الرحمن الرحيم، نكمل رحلتنا العالمية إلى طنطا. الدخلة على ما أعتقد دي الدخلة بتاعت البلد. دي الدخلة خلاص، الدخلة بتاعتها داخلين. هو ده المخزن اللي مودين له الحاجة. ونقول له يا باشا سلم الحاجة، سلم العهدة يا باشا. وأخيرا يا باشا خلصنا. أنا بقى عايز إيه، عايز أجيب لي سواق ولا حاجة عشان بحيث يظبط لي المواضيع دي من غير ما أنا لازم أطلع ولازم أعمل. فلو جبنا سواق هيكون إيه حاجة حلوة. ايه ده موظفة فين؟ دافع فلوس على الفاضي انا ولا ايه؟ لا ما احبش كده. جبنا يا باشا نجيب ده. موظفك يذهب الى مكتبك. فين الموظف الجديد؟ فينه؟ فينه؟ انا فين؟ مش شايف الموظفة التانية اصلا. لو كنت طردناها بعد ما زرجنا عليها. لا بس ما اعملهاش انا. طيب قلبي طيب ما اعملش. اللي عملنا النهارده في اليوم الاول، دخلنا 25,000. نقصنا طبعا. دخل اخر ده بيبقى فيه مزادات في حاجات زي كده. مصاريف صرفنا 10,000. الرصيد دلوقتي 15. قيمة الشركة 15. ده اللي عملناه النهارده. بسم الله. اخر 10 ثواني ونفوز بالمزاد بالشاي. الشاي على محك. يا رب محدش ياخد باله مننا. خلاص 1 2 3 انا الفائز. لا يا باشا هرسلك انت اللي هتروح يا باشا. ارسل العمل، روح انت السواق. هيجيلي بعد ساعتين. روح براحتك خالص، اهم حاجة تخلص لي الموضوع ده. طبعا راح يا باشا ايه للوظيفة بتاعتنا. طبعا كل ما هنعين اكتر كل ما هنعرف نودي كذا واحد في نفس الوقت اكتر. ودينا اول موظف معانا هنستناه عبال ما يجي ان شاء الله الحلقة الجاية. وعلشان هنشوف الدنيا ماشية ازاي. وان شاء الله حتى عشان نعمل له مكتب كده ونروق عليه ونطور الدنيا كده اللي بره دي. ان شاء الله هيكون فيه فلوس جامدة جاية المرة الجاية. اهم حاجة اللي هيثبت لي الموضوع ده لايك اشتراك في القناة. هو ده اللي هيوريني دعم ليه للسلسلة بتاعتنا دي. لايك اشتراك في القناة. كان معكم عبد الرحمن شاذلي وسلام.